تمريره ممتازه لنوف العزراوي. هذه فرصه لفائده فريق الرجاء، تمريره لكن كره مره اخرى ليوسف بالعمري. هذه فرصه صابر بوغرين ثنائيه مشات كره يوسف بالعمري، فرصه للرجاء، فرصه للرجاء بالعمري، تمريره داخل منطقه الجزاء. ولكن بدايه هذا الشوط الاول لاحظوا صابر بوغرين لعدم النفاذ، تمريره عند يوسف بالعمري، ما كانش هناك وضعيه تسلل. يوسف بالعمري هنا المراوغه، خذ الوقت ديالو الكافي من اجل التمرير. الرجاء هذا الموسم عنده طموح من اجل العوده خصوصا للمنافسات الافريقيه. هذه فرصه يسري بوزوق، خذا الكره داخل منطقه الجزاء يسري بوزوق، ولكن حسنيه اكادير وشباب السوالف مع الرياضي 15 نقطه بالاضافه لاتحاد طنجه 14 نقطة. وإن كان اتحاد طنجة حقق فوز بالأمس. بوغرين لوحده اللي كيشكل الحائط. هذه فرصة هي التسلل، سنتابع مرة أخرى لعبات الكرة بهذا الشكل. الرأس مريرة في اتجاه اللاعب نوف العزراوي. هذه فرصة يسري بوزوق، هناك انطلاقة نوف العزراوي، فرصة هدف أول لفائدة فريق الرجاء بواسطة يوسف بالعمري. كنقول بأن يعني المحاولة والهجوم كان بدقة متناهية بالنسبه للاعبين ديال فريق الرجاء. تمريره في الجهه اليسرى من نوف العزراوني الذي يمرر عند يوسف بالعمري. كاين للرجاء لاحظوا التمريره ديال بوزوق لنوف العزراوني، ما زاد ما نقص، وضع الكره امام يوسف بالعمري الذي يودع الكره في شباك الحارس اشرف هلالي. وهدف اول لفائده فريق الرجاء بهذا الشكل وبهذه الطريقه وبهذا اكيد التناسق الكبير والانسجام الكبير بين لاعبي فريق الرجاء. اذا يوسف بالعمري يتمكن من الوصول لمرمى الحارس اشرف هلالي، بالتالي النتيجه كتغير هنا بملعب البلدي بمرشيد لفائده فريق الرجاء. يوسف مراوغه ممتازه، تمريره هذه فرصه لبدايه فريق يوسفيت برشيد. تمريره لعبد العزيز الحمزاوي يحاول يدخل داخل منطقه الجزاء، مرر داخل منطقه الجزاء، ولكن الساعه السادسه مساء هناك جوج المباريات. شباب المحمديه يستقبل متصدر فريق الجيش الملكي في وقت توالي المحاوله. تمريره عند يوسف بوزوق، فرصه وتدخل للمدافع السنغالي ميلون دياي في المكان والتوقيت المناسب. سنتابع مره اخرى تمريره ممتازه اتجاه اللاعب يسري بوزوق في الامارات في الوقت التبادل. المحاوله نوف العزراوني انطلق على مستوى الجهه اليسرى. نوف العزراوني شادي عبالي، نوف العزراوني امكانيه الدخول داخل منطقه الجزاء. نوف العزراوني مراوغه اولى والثانيه، نوف العزراوني تدخل الحكم كيقول سلبيه في الوقت الدخول مره ثالثه. سنتابع الاعاده بهذا الشكل. نوف العزراوني الدخول داخل منطقه الجزاء كان امامه لاعب ميلو دياي، هنا تدخل ديال المدافع السنغالي، هناك المطالبه بالخطا والمطالبه بضربه جزاء. اكيد بان حكام لعبت الكره دائريه داخل منطقه الجزاء الراسيه، دائما الخطوره راسيه ميلو دياي وكره هناك انطلاقه ديال نوف العزراوني وكذلك يوسف بوزوق. مشى اللاعب نوف العزراوني داخل منطقه الجزاء، فرصه لفائده فريق الرجاء. نوف العزراوني فقد التوازن ديالو، بالتالي كتضيع هذه الفرصه. مبارك الكره عند صابر بوغرين، تمريره عند يوسف بوزوق، هذه فرصه لفائده فريق الرجاء. يوسف بوزوق لنوف العزراوني، نوف العزراوني يبحث على تسديده وسط الكره. يوسف بوزوق، هذه فرصه تدخل اشرف هلالي، دائما الخطوره. يوسف بوزوق لصابر بوغرين، كره تمر جانبا، كره تمر جانبا بالقائم لاعبا. كانت فرصه تسجيل الرجاء. تابعنا نوف العزراوني يسدد، الكره وصلت ليوسف بوزوق الذي كذلك يسدد، تدخل ممتاز لاشرف هلالي. كنقوم انه يستحضر كل امكانياته من اجل ابعاد الكره الاخيره، ثم تسديده صابر بوغرين تمر جانبا. محاوله، لاحظوا التدخل ديال اشرف هلالي في المكان والتوقيت المناسبين، يبعد كره اقل ما يقال على صابر بوغرين. يوسف بوزوق، انطلاقه ديال يوسف العمري على مستوى الجهه اليسرى. يوسف العمري طلب الكره محمد مكعازي، بحث على عدم النفاذ. هذه فرصه لفائده فريق الرجاء، عدم النفاذ، تسديده وتدخل الحارس، تدخل وتالق، تدخل امام لاعب محمد زريده طرف يوسف اوباما في الوقت كانت المحاوله اللي كان وراءها عدم النفاذ. دخول داخل منطقه جزاء، تسديده وفريق يوسفيت برشيد والجماهير اكيد التي تعشق هذا النادي. تبعد المحاوله يوسف بوزوق، دخول داخل منطقه جزاء، فرصه للرجاء، تدخل مره اخرى لميلون دياي. ميلون دياي يتدخل ويبعد. سنتابع هذه المحاوله، لعبت الكره داخل منطقه جزاء الراسيه والقائم يا رب. نوف العزراوني كان وحيدا لطريقا، ما كانش هناك رقابه على نوف. كنتابعوا الراسيه ديال نوف العزراوني والقائم اللي نبع على الحارس اشرف هلالي. كانت فرصه لفائده فريق الرجاء، نفذت بشكل جيد من طرف المدافع يوسف بالعمري.
الحكم الان كيوقف لاعب. هناك اصابه ديال الحارس لانس الضاوي. انس الضاوي يحاول يرفع الكره داخل منطقه الجزاء. بالفعل ترفع الكره، فرصه راسيه، الراسيه مرت جانبا. ابرز فرصه لفائده فريق الضاوي، ارتقاء ديال لاعب يوسف اوباما. لاحظوا الراسيه مرات جانبا. ممتازه هذه الفرصه وهذه المحاوله لفائده فريق يوسفية برشيد، هي الابرز وهي الاخطر في هذه الجوله الاولى لفائده فريق يوسفية برشيد من الفرص والمحاولات. تقريبا هذه النقطه هذه شير لها بشكل كبير في وقت تبادل المحاوله. يسري بوزوق دخول في منطقه الجزاء. يسري بوزوق يسدد والكره جانبيه، كره تمر جانبا لبسات جانبا. نتابع هذه المحاوله، ما كانش هناك وضعيه تسلل. فرصه هي الاخيره في هذه الجوله الاولى. يسري بوزوق يسدد، كره مرسيل جالسي، رفع الكره ممتازه، تدخل الحارس. يعني مريره عند يسري بوزوق. يسري بوزوق فرصه خطيره لفائده فريق الرجاء. يسري بوزوق لصابر بوغرين، تدخل اشرف هلالي، تدخل اشرف هلالي وبعيد الكره وتدخل الحارس انس زيتي. وهنا المحاوله كذلك يوسف بالعمري، تدخل يونس بوخليس، صابر بوغرين. صابر بوغرين من الجهه اليسرى. صابر بوغرين دائما محتفظ بالكره. محاوله التمرير كيلعب الكره عند يسري بوزوق، دخول داخل منطقه الجزاء. هذه فرصه يسري بوزوق، شنو يعمل يسري بوزوق؟ خروج الحارس. اشرف هلالي مرة أخرى يتألق في هذه الكرة والتدخل أمام مقدم كيلعب الكرة في الوسط. صابر بوغرين لآدم النفاتي. آدم النفاتي عند يسري بوزوق. هذه فرصة لفائدة فريق الرجاء. يسري بوزوق لصابر بوغرين، فرصة 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 فرصة، تدخل الحارس أشرف هلالي أمام محمد بكعازي وكذلك نوفل العزروني. توصل عند يسري بوزوق. يسري بوزوق لآدم النفاتي. آدم النفاتي انطلاقة ديال نوفل العزروني. آدم النفاتي مشى في الجهة اليسرى. آدم النفاتي شنو يعمل؟ كيرفع الكرة في القائم الثاني. فرصة تدخل الدفاع الرجاء. لاعب مروان زيلا يستعد للدخول في وقت هذه المحاوله. صابر بوغرين من الجهه اليسرى. صابر بوغرين دخول داخل منطقه الجزاء. بوغرين يمرر وتدخل اشرف هلالي. ممتاز اشرف هلالي، كان عمل كبير، مجهود كبير اللي خد جيده. نتابع المحاوله ديال صابر بوغرين، التمريره وتدخل الحارس اشرف هلالي. اذا الخروج ادم النفسي. يسري بوزوق، لاحظوا العوده ديال اللاعبين ديال الفريق. يوسف برشيد رفعت كره داخل منطقه الجزاء البحث عن مهدي موهوب، ولكن الكره اسهل واقرب للحارس اشرف هلالي. ولكن تدخل ديال يسري بوزوق كمر عند مهدي موهوب. مهدي موهوب انطلاقه في الجهه اليسرى. مهدي موهوب ليسري بوزوق. مهدي موهوب دخول داخل منطقه الجزاء. فرصه، كره تلتطم بمهدي موهوب والكره. نتابع من جديد هذه المحاوله. تدخل وابعاد الكره، كره تصل للحارس اشرف هلالي. مع فريق يوسف برشيد. مشات الكره في الجهه اليمنى، البحث على لاعب يونس بوخليس. تمريره داخل منطقه الجزاء. فرصه، تدخل الحارس انس زيتي. كانت محاوله انس زيتي. سنتابع هذه الفرصه وهذه المحاوله. لاحظوا التدخل، تتابع هذه الكره الثابته. سنتابع هذا الخطا لفريق يوسفية برشيد. ندياي يسدد كره ارضيه وتدخل الحارس انس زيتي. ميلون ندياي يسدد، ولكن التسديده ما كانتش بالقوه الكافيه لهزم الحارس انس زيتي. كره طويله، مرتد هجومي. نوفل العزروني يقطع الكره. نوفل العزروني دخول داخل منطقه الجزاء. يمرر فرصه، مهدي موهوب واشرف هلالي في المكان المناسب. اشرف هلالي، ولكن تالق ديال اشرف هلالي. نتابع هذا المرتد الهجومي، انطلاقه ديال نوفل العزروني. لاحظوا ممتازه، والتمريره بهذا الشكل وبهذه الطريقه. مهدي موهوب خدا الكره بالصدر، حاول يوضع الكره بالراس ديالو، ولكن اشرف هلالي في المكان المناسب. مره اخرى يتالق ويبعد كره جالسي الى جانب لاعب يونس بوخليس. بوخليس خدا الكره. يونس بوخليس دخول داخل منطقه الجزاء. هذه فرصه تدخل. الحكم يطلب مواصله اللقاء، المطالبه بالخطا. شوف المحاوله صابر بوغرين. بوغرين ليسري بوزوق. يسري بوزوق دخول داخل منطقه الجزاء. فرصه من فريق الرجاء. مهدي موهوب. صابر بوغرين وتدخل الحارس. تدخل الحارس. لعبت الكره من صابر بوغرين وخروج الحارس اشرف هلالي. 17 غادي تجرى يومي السبت والاحد. تابعوا المحاوله. مروان زيلا من الجهه اليمنى. مروان زيلا فتح الكره. مروان زيلا رفع الكره داخل منطقه الفرصه. مهدي موهوب امام المرمى يضيع هدف كان محقق لفائده فريق الرجاء. كبير اللقاء على مستوى الجهه اليمنى. مراوغه اولى، رفع الكره بشكل ممتاز لمهدي موهوب. كان وعقاب ديال اللاعب مروان زيلا على مستوى الجهه اليمنى. مروان زيلا شنو يعمل؟ مروان زيلا يسدد تسديده، تدخل الحارس اشرف هلالي. سلامي، صالح سلامي من الجهه اليسرى. صالح سلامي شنو يعمل؟ صالح سلامي محتاج الكره. سلامي تمريره، تدخل اصبح المرتد الهجومي.
صابر بوغرين تمريره عند مهدي موهوب. مهدي موهوب دخول داخل منطقه الجزاء. مهدي موهوب وتدخل اشرف هلالي ممتاز. اشرف هلالي ابرز عنصر في الجديد ويصد فرصه ومحاوله كانت خطيره. مهدي موهوب لاحظوا التدخل ديال اشرف هلالي وكذلك هذه المحاوله بالرجل اليمنى يبعد. ممتاز اشرف هلالي. تمت المحاولة. صابر بوغرين دخول داخل منطقة الجزاء. صابر بوغرين بحث على القائم الثاني يعني بذكاء كبير. صابر بوغرين حاول يوضع الكرة في الزاوية اليسرى ولكن فريق يوسف برشيد تابع من جديد. صابر بوغرين يعني بحث على القائم الثاني ولكن الكرة تمرير عند يسري بوزوق كيمرر عند نوف العزروني. دخول داخل منطقة الجزاء. زرهوني يسدد وتدخل اشرف هلالي مرة أخرى. يسري بوزوق في الجهة اليمنى. مروان زيلا يمرر عند يسري بوزوق رفع الكرة داخل منطقة الجزاء. فرصة مهدي موهوب. كرة سلامي الى جانبه انس الضاوي اختار انه يرفع الكره داخل منطقه الجزاء. فرصه تسديده. تدخل اسماعيل مقدم عصام بن عبد الله هو اللي كان وراء. سنتابع هذه الزاويه. تلعبات الكره داخل منطقه الجزاء. ارتقاء ديال ميلون دياي والحكم في الوقت كل ما فريق يوسف برشيد اعتقد انه غادي يحاول يلعب كل اوراقه الهجوميه. زوق مره اخرى لصابر بوغرين طلب الكره. يسري بوزوق هذه فرصه لفائده فريق الرجاء تمر جانبا. يسري بوزوق في الوقت اللي طلب الكره نوف العزروني في القائم الثاني والكره تابع من جديد. هذه المحاوله تمريره من صابر بوغرين. لاحظوا التمويه كان ممتاز من زريده. وصلت كره يسري بوزوق الذي اختار التسديد في الوقت لنوف العزروني داخل منطقه الجزاء. تدخل بالراس. كرة بالراس من عبد الكريم الاشقر. هذه فرصه عند اللاعب مروان زيلا داخل منطقه الجزاء. مروان زيلا رفعت كرة عند يسري بوزوق. هذه فرصه لفائده فريق الرجاء. تدخل الدفاع والهدف. هدف ثاني لفائده فريق الرجاء بواسطه مهدي موهوب. الهدف الثاني سنتابع مرة أخرى. نوف العزروني رفعت الكرة في اتجاه لاعب يسري بوزوق داخل منطقة الجزاء. يسري بوزوق يمرر. كان تدخل ديال اشرف هلالي ولكن الكرة اللي نزلت امام مهدي موهوب اللي تمكن انه يوضعها في الشباك وهدف ثاني لفائده فريق الرجاء. نتابع مره اخرى هذه المحاوله. يسري بوزوق تالق ديال اشرف هلالي ولكن هذه المره مهدي موهوب يتمكن.